ساعات كتير بتدعي وتقول يا رب كل يوم بنفس الطلب، بس الدعوة مش بتستجاب وما بيحصلش أي حاجة. بس أنت بتبدأ تتغير لأنك بتحس إن الدعاء بيروح في الهواء. خليك دايما فاكر قصة سيدنا زكريا لما فضل طول عمره يدعي ربنا إنه يرزقه بولد، وكان كبير في السن هو وزوجته، ومع ذلك ما فقدش الأمل ودعا ربنا وقال ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ولما جه الوقت المناسب لاستجابة دعوته ربنا رد عليه وقال له فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. اوعى تمل من الدعاء. التأخير أبدا عمره ما كان نسيان، التأخير كان إعداد، كان حاجة، كل حاجة ليها وقتها. والدعوة اللي لسه ما استجابتش لسه ماشية في السكة، يمكن لسه بتتوضب ليك بشكل أجمل من اللي بتدعي بيه، أو يمكن لسه قلبك بيستعد ليها عشان يستقبلها بشكل صح. مش كل الرزق لما بيجيلنا بيبقى رزق فعلا ومنح، بالعكس في رزق أحيانا يبقى محن وابتلاءات لما يجيلنا في وقت غلط وإحنا مش مقدرين قيمة النعمة دي بشكلها الصحيح، ومش هنعرف نستعملها أو نحافظ عليها بشكلها السليم. دي كانت دقيقة لقلبك. خليك دايما بتدعي لأن ربنا دايما سمعك.